عايز تقدم دراسة في أمريكا، لازم يكون معاك الحاجات دي قبل ما أقولك هتعمل إيه. طبعا أول حاجة يكون معاك شهادة الثانوية العامة بتاعتك. لو أنت تقدم على البكالوريوس، لو أنت تقدم على ماجستير لازم يكون معاك شهادة البكالوريوس بتاعتك. رقم اتنين، أنت لازم تكون عارف هل أنت قد الريسك إن أنت هتاخده ده ولا لأ، بالنسبة للفلوس اللي أنت هتضيعها أو بالوقت اللي أنت هتبذله. لو أنت مقدرتك إن أنت تذاكر إنجليزي في مصر وتاخد شهادة في إنجليزي في مصر، فاعمل ده، هيقوي موقفك جدا. وطبعا ده اللي انا انصحه بكل الناس، حتى لو الانجليزي بتاعك صعب شويه حاول انت تشتغل عليه من وانت في مصر. في الاول بس ما تنساش تعمل الفولو والشير لاي حد عايز يسافر امريكا او ليه علاقه بالدراسه في امريكا. رقم 3، احتياجاتك الماليه، هل انت هتقدر ان انت تتكفل بالمصاريف بتاعتك كلها ولا لا؟ المصاريف بتتكلف كام؟ انت بتتكلم مثلا لحد ما تخش السفاره $1000، هل انت تقدر تعمل الموضوع ده ولا لا؟ وده طبعا مع كشف الحساب البنكي، بتبقى على حسب الكلية اللي انت هتقدم عليها، بتبدأ من $20,000 وانت طالع. طيب تعمل ايه بقى عشان تقدم؟ تجيلي وانا اقدم لك. هقولك ليه انا احسن ماتش بالنسبة لك ان انت تيجي تقدم معايا. طبعا في الاول احنا شباب زي بعض، تاني حاجة ان انا فعلا عايش في البلد دي وفاهم ايه اللي بيحصل فيها وايه قوانين ان انا ممكن ان انا اعملها علشان اقدر اقدم لك على دراسة وتيجي على دراسة. زائد ان انا معايا خبره كتير وقدمت لناس كتير والحمد لله ناس كتير اتقبلت، وطبعا في ناس اترفضت لانها مش فرصتها ان هي تسافر. بس لو انت جاهز تقدر تكتب لي في الكومنت انا جاهز، ونبدا على طول وابعت لك كل حاجه في الدي ام.